اصل احنا كلنا جايين نشتغل بحب. فاللي بيحب حاجه ما بي يعني يعني بنشتغل في كل حاجه. يعني عندنا مدير اداري على مستوى عالي جدا، حماده قمر. اكتشاف جدا 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 ومجتهد جدا، ومع طاقم اداري السيسي وسعيد الطيار على مستوى عالي جدا. انما بنساعد بعض. يعني انا لو في حاجه باسبورات، في حاجه، يعني هو ده الروح بتاعتنا كجهاز فني. يعني يهمني جدا، انا مركز في الجزء الفني مع كابتن حسن. انما في وقت احنا بنيجي النادي مثلا من الساعه 10، بمشي الساعه 7 بالليل. 7 او 8 ساعات. بالحاجه كلها يعني مالهاش دعوه بالكوره، ممكن حاجات حوالين الفرقه، حوالين الفرقه. جزء ممكن يكون في مشكله بسيطه بين لعيب ولعيب، ممكن نخلصها. اقدر ان انا اخلصها. في اوقات كتيره بقعد انا وشيكابالا واحمد سمير ومجموعه كبيره جدا من اللعيبه، اسلام عوض، نور السيد، بعد التمرين ب3 ساعات تلاقينا في الاوضه مثلا بنقعد نشرب حاجه، نقعد يعني. انا عارف ان حضرتك بتاخدهم كمان تعزمهم، تقعدوا مع بعض في حته بره النادي نوعا ما، يبقى في مواضيع يعني فيها صحوبيه شويه، مش موضوع مدرب ولعيبه بس شغل ساعتين. هو انا مدرب معاهم وفي وقت التدريب، يعني بره التدريب، بره التدريب احنا اصدقاء او اخوات الصغيرين، ودول حاسين بيه قوي في الفتره دي. يعني انا شايف ان احنا كجهاز فني في حب وفي تواصل بيننا وبين اللعيبه، ينقصه انه ده يترجم لنتائج وبطولات في الفتره اللي جايه. طيب خلينا يمكن دي اللقطه اللي جايبينها دي كانت من موسمين على فكره، مش الموسم ده متهيألي، ده من موسمين. اللقطه دي اول ما ميدو جه نادي الزمالك من كان دي اول مره ليه في مصر. كابتن اسماعيل، عايز اتكلم برضو في حاجه السنه دي. يمكن بدايه الجهاز في كاس مصر كانت بدايه مبهره. ماتشات الكاس الزمالك اداها بشكل كبير، خصوصا ان كان دايما كل مباراه الشوط الاول الزمالك يطلع خسران، والشوط الثاني ضغط وجوان، وبيطلع بشكل حلو جدا جدا. حتى مباراه الفاينل مع ان الزمالك خسر، بس لعبته احسن من امبي، ولكن امبي حظهم احسن. ولكن في مباراه الدوري حصل دروب شويه يا كابتن اسماعيل، يمكن بعد ماتشين ثلاثه، بعد ماتش المحله، الماتشات الاخرى في مكسب، بس مش هو نفس الاداء بتاع ماتشات الكاس. معاك لحاجتين، لسببين. سبب اولاني اللعيبه واحنا كلنا اتاثرنا بنهائي كاس. ما اخبيش عليك، حتى هذه اللحظه انا شخصيا متاثر، لان كانت بطوله اعتقد ان الزمالك كان احق بيها، لكن اراده ربنا سبحانه وتعالى. كنت متخيل تروح الماتش يا كابتن من الكاس مش هيرجع معاك الاتوبيس؟ كان عندك احساس مثلا الماتش ممكن يروح، ولا كان انا كنت قلقان من المباراه، لان في بوادر قبليها دي خلت بلغه الكوره، يعني بلغتنا انا وانت، صدري يقفش فيها. ده حقيقه يعني. ايه بوادر ايه بس؟ خلاص يعني ايه الدعوات. ابتدينا ندعو ناس نحضر احتفال كاس مصر. الاجواء العامه في كل حته واحنا ماشيين، مبروك مبروك. فدي خلتني اني اخاف جدا. كنت خايف جدا يعني. مش خايف من اللقاء كمباراه، لان انا عارف ان لعيبه الزمالك كانت مأديه 3 مباريات على مستوى عالي جدا جدا، ومستوى في تصاعد. انما خفت من الثقه، لان اللعيبه حتى وهي ماشيه من خلال اهاليهم، من خلال صحابهم، خلاص الشعور ده تسلل جواهم. فمن غير ما تحس ان انت مش دي فورمتك او ده تركيزك يوم المباراه الساعه ونص. فده كان احساس جوانا شخصيا ان في حاجه مش طبيعيه حوالينا. وكنا عايزين نطلع معسكر كبير، بس الفترات كانت قليله، وفي نفس الوقت احنا بنعسكر يومين بس قبل المباراه. فيعني الاحساس ده بعد كاس مصر طبعا اثر نفسيا فينا كلنا. فده حصل تذبذب في بعض المباريات، زائد ان كان برضو في جزء فني نحكي عليه بعد الفصل. لا مش فاصل، نطلع ناخد تليفون مهم جدا. سياده السفير في ساحل العاج طبعا، السفير طارق معاطي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ومعانا مساء الخير على تيجانا. يا ربنا يخليك يا طارق بيه. سياده السفير طارق معاطي، طبعا بنشكر حضرتك الاول على يعني المساعدات المهمه واللي حضرتك بتاديها لنادي الزمالك، ويعني والشرايط اللي بعتوها. حبيبي ده واجبنا، والزمالك نادينا، وكل انديه مصر يعني نقدم لها كل ما نستطيع الحقيقه، وربنا يوفقهم باذن الله ان شاء الله. يعني حضرتك الظروف الصعبه دي باذن الله يا رب ان شاء الله. حضرتك تقول لنا كده ايه اخر اخبار الفريق هناك، الدنيا، الصحافه، الاجواء اللي قبل هذه المباراه المهمه مع نادي افريكا سبورت، بيتكلموا عن الزمالك مثلا بطريقه ازاي، ماتش العوده والاقامه، والدنيا هتبقى ماشيه ازاي يا فندم؟ طبعا يا حازم بيه، انت عارف حضرتك ان هو
الحقيقه انا كنت عملت مقابله مع رئيس نادي افريكا سبور، وهو راجل الحقيقه لطيف جدا. وانت عارف الافارقه يعني اخواننا واشقائنا طيبين وبيحبونا، وكمان سمعتنا خاصه في الرياضه عندهم كويسه، ولقاءاتنا معاهم لينا تاريخ في اللقاءات معاهم. ولسه فاكرين، يمكن انا كنت قلت الكلام ده قبل كده، لسه فاكرين الكابتن حسن شحاته اللاعب النظيف لما في ماتش الكاميرون، لما كان لسه الكابتن حسن شحاته ماسك المنتخب مصر في البدايات، ودخلت كوت ديفوار مكان الكاميرون. فالحقيقه يعني هم بيعتبروا ان لاعب مصر لاعب نظيف، وان المنافسه احنا اللي خليناهم يتاهلوا كاس العالم فعلا. بالظبط يا فندم، بالظبط. وبعدين الحقيقه نادي الزمالك والنادي الاهلي وانديتنا الكبيره ومنتخب مصر والشعبيه الكبيره، يعني عايز اقول لك بسطاء الناس لما بيقابلوني هنا بيهتفوا باسماء اللعيبه المصريين. يعني الحقيقه فالحمد لله توصلنا ان احنا نرتب ترتيبات الاقامه بشكل جيد في مباراه العوده باذن الله. اكيد الكابتن اسماعيل عنده يعني كل المعلومات اللي هقولها، بس يعني عشان نعرف الناس انه الاقامه باذن الله هتكون برضه فندق 5 نجوم. مش هقدر اقول اسم الفندق طبعا عشان الاعتبارات التجاريه، وعلى اساس المعامله بالمثل. اديناهم تاشيرات دخول مجامله على اساس المعامله بالمثل. المفروض ان شاء الله ان هم بكره يبعتوا القائمه النهائيه باسماء اللاعبين والموعد النهائي للسفر. لحد دلوقتي الموعد المحدد مبدئيا انهم هيسافروا يوم الثلاث يوصلوا القاهره الاربع ان شاء الله. جايين بدري شويه، يعني هيقعدوا يومين جايين بدري شويه، ونطمع انكم يعني تكرموا وفادتهم الحقيقه، ان شاء الله. لا اكيد يا فندم. احنا بنخاف دايما من رد الفعل، يعني من الاقامه هناك لما يبقى الماتش الثاني العوده هناك، دايما كنا يعني بيدونا في حتت مش كويسه، لكن حضرتك تثق فيهم ونسقط المعامله المثل. احنا عملنا اتفاق فعلا يا حازم يعني كمان. ما ده كفيل ان شاء الله الناس تبقى رايحه مرتاحه باذن الله. فندم، في لاعبين افريكا سبورت، هل فيهم بعض اللاعبين المميزين مثلا حضرتك تقرا عنهم تسمع عنهم؟ والله يا كابتن حازم انت عارف طبعا انه اغلب اللاعبين، او مش اغلب، هو كل اللاعبين الدوليين الايفواريين محترفين في الخارج، لكن تمام. فريق افريكا سبورت فريق قوي. وارجوك يعني ارجو انه الكلام ده يكون واضح، واكيد طبعا الكابتن اسماعيل ادرى مني بهذا، والكابتن حسن شحاته والجهاز الفني. فريق قوي ولا يستهان به، لعيبه صغيرين في السن، وعندهم 7 لاعبين في المنتخب الايفواري بيشارك في بطوله افريقيا المحليين. 7 7 وهو بطل الدوري، وفريق تقليديا انت عارف انتوا قابلتوه قبل كده ايام ما حضرتك ما كنت 2008 وجينا لعبنا هناك صح. فانتوا قابلتوه عارفين مدى قوه الفرق الايفواريه، والحقيقه هم بيتميزوا بان هم بس لعبهم نظيف. فعلا. وده بيدينا فرصه انه اللعب يبقى في الملعب، يعني ما يبقاش فيه خشونه او حاجه. الحمد لله. مش عايز اطول عليك، بس انا خايف. لا يا فندم، حضرتك مشرفنا والله. برغي زياده من اللزوم. لا يا فندم، لا ده حضرتك مشرفنا، وحضرتك جميل يعني ما شاء الله، متواضع ومتكلم بشكل كبير جدا. لا متواضع، انا بكلم الامبراطور لازم اكون متواضع. ربنا يبارك لحضرتك يا فندم. ربنا يحفظك يا حبيبي. ميرسي يا فندم. فالملعب هتتلعب على الاستاد الرئيسي في ابيجان مباراه العوده ان شاء الله، اللي هو استاد هوفيت بوانيه. وده برضو الحمد لله بالاتصالات مع الناس، لانه كانت النيه الاول انه يتلعب على ملعب افريكا سبور، وده ملعب شويه صغير وارضيته مش يعني مش مريحه بالنسبه للاعبينا. اتفقنا على الانتقالات، لانه سمعنا انه كان في يعني مشكله تعرض لها الزمالك يعني في مباريات سابقه في الانتقالات والكلام ده، فاتفقنا برضو على هذا الشيء. كل الامور ميسره، والناس الحقيقه معتبرين، انا يمكن كنت برضو كتبت هذا، انه رئيس النادي معتبر ده نهائي مبكر. رجعنا لكم تاني، ومعايا ومعاكم كابتن مصر ونادي الزمالك كابتن اسماعيل يوسف تجانا الكره المصريه، و 4 تجوان بس ولا 5؟ هو انا هعمل شيت 4 تجوان بس ده مرداش. عايزين جون اسكتلندا ده، دي وفي البعيده احلى جون شفته في حياتي، من احلى الاهداف حاجه بتاعته. اهداف كتيره، وفي اهداف كتيره انا بس ده كان حلو قوي بتاع اسكتلندا ده. الماتش نفسه، الماتش والاجواء طبعا. كان اول فوز لينا كده مع فرقه كبيره، يعني مع فرقه اسكتلندا في اسكتلندا. جلاسكو سموني ساعتها اسماعيل جلاسكو الله يرحمه، حسن
نجيب المستكاوي. شريف بيقول لك، المخرج بيقول لك لو عرضنا كابتن اسماعيل يوسف جوان وهنقعد لغايه بعد بكره. لا ده هم 20 جون بس يا شريف. يعني ياخدوا 4 دقايق بس. كابتن سعيد، قبل الفصل اتكلمنا على موضوع، يمكن حضرتك ذكرت احمد حسن، يمكن ناس كتير قوي اتكلمت عن الموضوع ده ودخلت حضرتك واحمد في يعني في على الجرايد. ده يقال كابتن اسماعيل متضايق، احمد بيقول حاجات، اسماعيل بيقول حاجات، انتوا الاثنين بتنفوا، ولكن في حد دايما حاطط ان في مشكله. هو اللي حصل بعد سفرنا لتنزانيا، قبل السفر يعني احمد حسن قعد مع كابتن حسن، ويعني كان المفروض ان هو يطلع عمره وقال لو انا يا كابتن بستأذن حضرتك ولو احنا محتاجيني في المباراه، لان كانت نفسيته تعبانه جدا الفتره الاخيره. فكابتن حسن اداله اذن. دي حقيقه. اللي حصل ان احمد، حد كتب او حد قال ان احمد حسن فضل مصلحته الشخصيه يعني خبر صغير، فاحمد زعل ان احنا ما طلعناش ردنا. يعني دي اللبس اللي حصل بالظبط. ويمكن كان في قاعده مع احمد، لكن انا شخصيا ما طلعتش اتكلمت اكتر من مره في الميديا وفي جرايد ان احمد واخد اذن فعلا من الكابتن حسن، والكابتن حسن صرح له ان هو يروح في الفتره دي، لان احمد كانت نفسيته تعبانه وما كانش قادر يدي. وايه الماتش المباراه هناك الكابتن كان شايف ان ايه ممكن احمد ما يكونش ليه دور قوي، دوره القوي هيبقى مع متوازي مع حالته النفسيه، يكون موجود في مباراه العوده. وده اللي حصل فعلا. انما حصل كلام كتير طبعا في فتره التوقف ومفيش مباريات، ادت فرصه للكلام كتير. وانا كنت مسافر في تنزانيا، فطبعا الكلام ما عرفتش ان انا اتكلم. في كلام طلع على لسان حضرتك ان حضرتك يعني بتقول ان في ناس معينه هي اللي قالت هذا الكلام، اللي هي طلعت بينك وبين احمد حسن المشكله دي. كانت حضرتك انا لما جيت قعدت مع احمد يا حازم، يعني انا يعني قلت له اللي قال لك، اللي وصل لك الكلام يا احمد، انت طبعا احمد انا على المستوى الشخصي والفني انا بحبه جدا بقدره جدا. يمكن كل اوقاته علاقتنا طيبه جدا وممتازه جدا، وانا بحبه لان هو من وقت ما طلع معانا في سنه 96 كاس افريقيا، وهو الحمد لله ربنا يعني كرمه، يعني عاشر اللعيبه الكبار، وعاشر يعرف يعني احمد الكاس، يعرف يعني ايه اسماعيل يوسف، يعرف جمال عبد الحميد، كل المجموعه دي، وعارف علاقتنا بيه عامله ازاي. فكان انا لومته ان هو كان المفروض يكلمني، كابتن حصل كذا كذا، اقول له لا يا ابني انا ما اتكلمتش في حته خالص. ولما اتكلمت قلت ده احمد واخد اذن، واحمد ده اضافه، واحمد. فاللي قال له ده في خبر منشور او حاجه مش على لساني كمان. لا مش على لساني. هو احمد زعل ان انا ما طلعتش رديت. قلت له احمد لو انا مشيت ورا المواقع يبقى انا مش هشتغل، هفضل كل 3 ثواني ارد على لعيب. يعني ده والامور يعني احمد راحت يعني. لا ما في، هي ما لهاش اساس من الصحه اساسا. يعني الامور انتهت بمجرد ان احنا قعدنا مع بعض بعد المباراه، لان انا ما رضيتش افتح الموضوع ده، لان حصل كلام كتير من احمد ان واخد على خاطره. طب اتكلم مع كابتن اسماعيل. اول ما جه حضرتك رحت مواجهه على طول، قلت له تعالى انا عايز اتكلم طبعا معاك. طبعا هو قال لي يا كابتن معلش اخويا الصغير يعني احمد يعني بحبه جدا بقدره، كلنا يعني بنقدره وفرحانين بوجوده في نادي الزمالك، وان هو العميد دلوقتي في طبعا. لا هو كمان شخصيه كويسه يعني. كابتن اسماعيل في حاجات كتير جت على الفيسبوك بيتكلموا عن قطه وابراهيم حسن، الاثنين دول اسمين يعني دايما في المواقع الزملكاويه بيتكلموا عنهم بشكل مهم وبشكل كويس جدا، وشكل ان هم لعيبه مهاريه كتير جدا. قطه ما شفنا يعني قليل قوي ما شفناه. لا فترات قليله، لان كان الفرق التدريبي بين مكان بيتمرن ونادي الزمالك يعني برضه ممكن يعني فتره تاهيليه كانت لازم متقيد في افريقيا، وكان موجود معانا في تنزانيا. ممكن يلعب شويه الفترات الجايه ولا هيبقى صعب؟ ممكن مستواه بيرتقي يعني. بيرتقي ووصل لفورمه كويسه قوي. بتسمع عنه لكن ما بتشوفوش. لعيب كويس قوي ومهاريا كويس قوي، وابراهيم حسن لعيب كويس جدا، بس هو غير مقيد افريقيا. فاحنا طبعا في الفترات بنستغل المباريات الوديه السريه اللي احنا بنلعبها دي، ان احنا نجهز بيها اللعيبه اللي مشتركه معانا في افريقيا. لكن ولد كويس جدا ومميز جدا وصغير. في ناس بتقول يا كابتن ساعات يعني موجود ميدو وعمرو زكي واحمد جعفر ورزاق الاربعه، وساعات الزمالك بيلعب راس حربه واحد. هل الكلام ده ممكن يبقى الفتره الجايه، ولا بسبب كثره اللاعبين المهاجمين هتلعبوا لازم براس الحربه؟ لا اسلوب اللعب يعني اسلوب اللعب يختلف من مباراه لاخرى يعني. احنا في وجود يعني جاهزيه عمرو وميدو وجعفر ورزاق، اعتقد ان الكابتن حسن هيلعب باثنين فراوده طبعا. ويمبلي جه